طبعا احنا لما جينا نعمل اوردر 5000 استرليني ومش مريحه. لا والله تعالي اقعدي وريني. بوش. واو. لا 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 لا, لا مش كده يا لمبي. يلا مع السلامه. لغايه ما نشوف غيرها. يا صباح الفل عليكم. هاخدكم معايا في جولة كده في مكان بجد رائع رائع. مكان بيبيع كنب. المكان ده يا جماعة أنا يعني أنصحكم فيه بجد. خامة ممتازة جدا وخشب يعيش معاكي بال100 سنة. ليه بقى؟ لأن أنا جربته. أنا اشتريت من عنده قبل كده كنبتين بجد عاشوا معايا أكتر من 10 سنين حرفيا. بجد تحفة جدا. براند معروف ورائع. وكمان هنا ميزتهم إن هما ده بس مجرد معرض. يعني ايه معرض؟ يعني الكنب ده بس للفرجه. عايز كنبه زيها هم يفصلوا لك مخصوص. عشان كده سايبين لك عينات انت تختاري براحتك اللون والخيط. دي الالوان، القماش، الماتيريال والالوان. نايس. جميله جدا. انا تعجبني الالوان دي. انا بقول لك يعني دي تستحمل. لون زي ده. يعني شايف تحس ان هو مش ساده. بس شايف، بس سواء اسود بقى او رصاصي او اللون ده. شايف يا انس اللون ده برضو مش عاجبني برضه. ليه؟ ده احلى من ده. ده احلى من ده. هو ده اللي انا بقول لك عليه. زي اوض العيال. ايوه بس ما تحسيش ان هي حاجه جديده. بس هي انس ب 2300. كويس على فكره. Good afternoon. You okay there? Yes. We're gonna have a look and they come back. Yeah, no problem. تعالى نشوف الناحية التانية. دي جميلة. اللون مع الأصفر. شايف انت كنت عايز أصفر أو اللون ده. شايف؟ بس اللون ده حلو يا انس. اللون ده جميل جدا على فكرة برضه. يعني حد. شايفة؟ حطي الكوبايات هنا. وتتغطى. شايفة؟ ستوريج. حطي الريموت والحاجات هنا. ايوه حلو قوي. والحاجة الحلوة هنا في دي اف اس ان هي بتديكي اوفر ان انت تدفعيها على طريق 3 سنين من غير اي انترست. يعني مفيش زيادة؟ بدون اي انترست ولا في اي زيادة. اوكي. والخامة هنا تحفة جدا. احنا جبنا قبل كده منهم كنبتين قعدوا معانا اكتر من 10 سنين والله. بس طبعا الكنب الكبير ده عايز مساحة كبيرة. بس شايف ده انس لو عايز تشحن موبايلك. وايرلس تشارج. بوش. واو. تحط كوبايتك في نفس الوقت تشحن هنا. I love it. بس انا يعني الجلد حلو لكن في الشتاء بيسقع صراحة. فيها سماعات. لا هي بتتحرك يعني بدل ما ترفعي. انا مش عايزة اللي بيفتح ده. انا عيالي بيكسروه. انا مش عايزة اللي بيفتح. الله لا 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 مش كده يا لمبي. يلا مع السلامة. صحيح بعد ربع ساعة. انا مش عايزه اللي بيفتح. انا عندي اللي بيفتح وهرميهم. هو عارف نفسه يعني. هو بيرجع وبعدين ينزل الرجل يعني. مش يروح رميكي كده. زي بتاعتنا دي. هنا انا هي كل الخامات والالوان. هي جلد بس كل الالوان بقى. كل بيفتح ولا ايه؟ شايفه؟ يطلع ازاي؟ بالراحة مش تروح زقك نترك في السقف. طب تعالى بقى احنا هنشوف اللي هنا. كويس. الالكتريك احسن على فكرة. احسن من ده هو ستورج وفي نفس الوقت كنبة. شايفة انا ازاي يعني بيرجع لورا ازاي؟ بيتفتح. لا ده ستورج ورا ممكن. لا يا اما صوفها. شكلها صوفة بدي انس. لا انت حسب الراحه. شايفه؟ حلو على فكره. عايزه اقول لكم ان حتى الاستاف اللي هناك بجد جدا ناس محترمه وذوق ذوق ذوق. لاني انا دخلت اماكن تانية جنب دي اف اس ناس يعني طف شويه في المعامله فما حبيتش كده. لحظه اقعد كده. مريحة طبعا. مريحة. ما دام عريضة تبقى مريحة. ما عجبنيش الشكل بغض النظر على الشكل. بس هي على فكرة الشكل حلو شيك برضه.
بس هي مريحه يعني. ده يا بنات والله مش اعلان ابدا ابدا ابدا، بس بجد دي حاجه محترمه جدا وخامه رائعه، هتدفعي فيها فلوسك لكن مش هتضيعيها ابدا، بجد حاجه تستاهل. ما كانتش كده، كانت اعرض الضعف. الايد كانت اعرض بس تلاقيها مش جوه موجوده حاليا لان احنا كنا جايبينها من زمان صراحه. بس عايزه اقول لكم عاشت معانا 3000 سنه والكنبه نفسها عريضه. في واحدة طلبت مني ان انا اصور الفرش المستعمل. عايزة اقول لكم ان انا قبل الدي اف اس رحت لمكان معرض كبير جدا جدا للمستعمل، في مستعمل وفي اللي هو ريفيربشت اللي هو يعني ايه في غلطة غلطتين اللي بس ما استخدمش، ورحت وكان مليان. عايزة اقول لكم ان انا شفت الاسعار، والله الكنبة الحلوة اللي هي تقريبا جديدة ما استخدمتش لكن فيها حاجة بسيطة، عايزة اقول لها ان سعرها زي سعر الجديدة. يعني انا ليه اروح اجيب من مكان زي ده في حين ان انا ممكن اجيب من الدي اف اس او ما شابهه يعني وبضمان 3 سنين. واي. والحاجات اللي كانت بنص السعر كانت حاجات بصراحة ممكن تلاقي فيها بقعة 2 وما كانتش قوي، يعني ما عجبتنيش ابدا ابدا ابدا. وعاوزة الفت انتباهكم لنقطة، ان الفرش المستخدم هنا بيربوا حيوانات وقطط وكلاب وكل ما يخطر على بالكم، فممكن يكون فيه حشرات، فدي حاجة مهمة جدا جدا. يعني حتى انتوا لو مضطرين تشتروا فرش مستخدم روحوا اماكن موثوقة. ونعرف ان في ناس حكوا عن اسرة ان هم سابوا البيت بتاعهم بالفرش بكل شيء ونقلوا بيت تاني بسبب الحشرات. الحشرات دي بقى جت من قطط هم ربوها او جت ممكن الفرش كان مستخدم، بس احذروا وخدوا بالكم لان دي حاجة بجد مرعبة. وطبعا ما تنسونيش يا بنات اللي وصلت معايا للمرحلة دي او استفادت مني ولو بكلمة واحدة، يا ريت تعملي لايك وتشجعني في الكومنتس كده بكلمة جميلة منها وتعمل لي شير، لان الشير ده برضو بيرفع الفيديو مهم جدا. فانا عشان اصور لكم جديد وازود لكم في الفيديوهات شجعوني بقى بانكم تعملوا لايك وشير والكومنت بتاعكم الجميل. انا بفرح جدا جدا لما الاقي كده يعني دعوة حلوة او بجد بكون مبسوطة يعني لأبعد الحدود، بجد بتفرق في نفسية الواحد جدا جدا جدا. طبعا الكومنتات السلبية لا ارحب بيها، اللي عايز يكتب يكتب مش مشكلة بس انا مش اذيتكم في حاجة. اما الكنبة العالية كده المرتفعة دي ما بتبقاش لطيفة، شايفين دي مريحة ازاي؟ تحس واحد عايز يقعد ويستقنيس عليها. الله، شايف دي يا انس؟ اختاري اللي نفسك فيه. طب والله مريحة اكتر من سريري. ما يهمكيش السعر. ايوه هو ده. احنا كده هنقسطها على 3 سنين. شايف يا انس قد ايه العرض؟ كبيرة قوي. ايوه، بحيث لما احب انام لوحدي انزل انام في الصاله. بس على فكره دي ما ينفعش تقعد عليها كده، لازم يكون وراك مخدات كتير او تلم رجلك كلها عليها. تطلعي. لا ما يعني ينفعش. لا دي بتاعت السيتنج اريا مش بتاعت لا انا يعني مش قوي كده برضه. السيتنج روم دي اللي هي تلفزيون بقى وفشار وكده. ايوه وبطانيه وتوكل على الله. الكورنر ده يا انس ب 800. والله جميل على فكره. حلو على فكره الاسعار هنا. بس انا مش عايزه ده. تروح تشتري حاجات من بره مش عاجبني ده من عند الجماعه اللي هم بلاش نذكر بلدهم، اي بلد. تروح تجيب الكنبه ب 1200 جنيه، لو خربت بعد 3 شهور ولا حياتك. ده حقيقي، ارميها في الزباله. ده اذا كانت مريحه اصلا من الاساس. خلاص يا انس تعالى بقى نشوف ايه الاخبار. والله ما مريحه. مش مريحه؟ لا 5000 استرليني ومش مريحه. لا والله. تعالي اقعدي وريني. اقعدي وشوفي بنفسك. حلوه على فكره. حلوه مش مريحه. لا حلوه. ليه بتقول كده حلوه؟ لحد ما نشوف غيرها. فانت كنت طبعا احنا لما جينا نعمل اوردر للكنب بتاعنا، لان احنا ما عندناش كنب يكفي في الصاله، لقينا الراجل بيقول بياخد 2 شهر. ليه بقى بياخد 2 شهر؟ عشان هو بيصنعه ليك مخصوص. ده بس عباره عن معرض وانت بتيجي تختار الديزاين والقماشه اللي عاجباك واللون اللي عاجبك وقول له انا عايز كنب زي ده وهو بيفصله لك. عشان كده بياخد من 6 ل 8 اسابيع عشان يوصلك للبيت. بس كده، بس خامة كويسة جدا. في الجو الجميل ده بقى ما تنسوش قبل ما تسيبوا الفيديو تقفلوه لايك بسرعة بسرعة بسرعة. دوسوا كده لايك، والله مش هيأذيكم في حاجة. وانزلوا اعملوا لي كومنت واعملوا لي شير للفيديو. اكيد انتوا عندكم ناس عايزة تشتري فرش، ناس مسافرة عايزة تشوف هتفرش بيتها من ايه، فتابعوني ولو عاوزيني اصور حاجة قولوا لي.